السلام عليكم الإخوة والأخوات في سلسلة منزل التعويضة في واحد الحلقة رقم 8. كنتمنى تكونوا لاباس عليكم وكلكم في واحد الصحة جيدة. نكملوا فين كنا آخر مرة، وقبل ما ننسى ديروا لايك كومونتير لما عجبتكم شي حاجة قولوها لي، حيت رأيكم مهم بالنسبة ليا. ويلا نبداو بسم الله. كنت بوحدي في طريق طويلة ومظلمة، وكان واحد شوية ديال الضو جاي من واحد البطوات كيحاول بقوة يوضح الطريق، ولكن بلا حتى شي فائدة. كنت تالف وما عارفش فين انا وفين غادي. كان واضح باللي راه الوقت معطل، ولكن شحال الساعة ما عرفتش. سمعت صوت ديال خطوات غراب ولات ديال شي مخلوق، وكان صوت مقطع. حسيت بشي حاجة تبعني، وفاش درت ورايا شفت كلب كبير كحالو كيبان متوحش وكيتمشى ورايا، ولا حبست تيوقف معايا وكيشوف فيا. عرفت بلي راه انا دابا كنحلم بشي كابوس. بديت كنتلفت على اليمين واليسار وكنقلب على شي حد يدافع عليا منه. الطريق خاوية فيها غير انا والكلب اللي حدايا. وقفت وهو يوقف الكلب، كملت طريقي وناض الكلب وبدا كيتمشى حدايا عاوتاني. زرب في مشيتي وهو يزرب حتى هو، قللت من السرعه وهو يقلل، حبست وهو يجلس بلاصتو. كنت مخلوع ولكن تشجعت وغودت عليه، ولكن ما داهاش فيا. بقيت واقف كنفكر شنو ندير. بقيت كنشوف فيه وهو جالس، وهو يهز عينيه وشاف فيا بحال كيفكر معايا. بديت كنشك بلي راه كيقرا الافكار ديالي. شنو هاد الزمر هذا تيخلع؟ اش غندير معاه؟ عييت ما نفكر، وفي الاخر ما لقيت حتى خطه نهرب بها منه. شاف فيه وبان ليا بحال الا بغى شي حاجه، يمكن كان باغي يفتك بيا وياكلني. ما بقيتش قادر نوقف بلاصتي قدامه وانا نقرر نتحرك. اتخذت القرار مع نفسي. لقيته وقف وبدا كيشوف فيا وهو مستعد يكمل الطريق مورايا. ما ديتهاش فيه وكملت الطريق، وهاد المره قرب ليا بزاف وبقى كيقرب اكثر واكثر. وانا نغوت وهو يبان قدامي راجل شاد مصحف في يديه وبدا كيقول للكلب ما تقربش ليه. شاف فيا الراجل وحافظ على الملامح الجديه ديالو وقال كمل طريقك وخليه ليا. ومع كان وجه الراجل منور مشيت وانا مطمئن ومرتاح. وما دازش وقت كبير تسمعت صوت ديال الزحف وصوت حنش، وانا نشوف حاجه طويله وكتلوى وكتعرج وجاي عندي من بعيد. ما عرفتش شنو هو، ولكن راه كيتلوى بالزربه حتى وصل قدامي ووقف وتقاد بشكل عجيب حتى ولا بطول ديال عماره. كان حنش كحل كبير عمرني شفت بحاله، فيه الجوع ومعصب. حنش كيهضر كيشوف فيا بعينيه الحمر وكيقول فين غادي؟ تعقد لساني وانا كنشوف الحجم الكبير ديال هذا الثعبان اللي الديل ديالو كيتلوى في مكر على الارض. تاكدت بلي راه وقتي سالا، ولكن تمنيت ما نحسش بالالم في الموت ديالي. قرب مني الحنش بشويه وهدوء تيخلع، ويمكن كان تهديد وقال سولتك فين غادي؟ بديت تنعرق وبغيت نهضر وقلت ليه بصوت يمكن ما فاتش حلقي. ما عرفتش. بلا ما نحس به جا داك الكلب عاوتاني مورايا ووليت محاصر بالكلب ورايا والحنش لقدام. سولت راسي شنو وقع لمول المصحف. قلت يمكن يكون تحايل عليه وهرب من جهه اخرى. شاف الكلب في الحنش واحد الشوفه بينات ليا باللي راه كان من الاول باغي يسيرني في الطريق اللي توصلنا لهاد الحنش. من واحد الطريق جانبيه خرج نوح وخلع الكلب حتى تراجع وبقى واقف بيني وبين الكلب، حتى شد واحد الصبار كبيره وعامره شوك. هو يجري ليها الحنش، لح عليه نوح وهو ياكلها وبدا كيخرج ليه الشوك من جلده وبقى تيتلوى وهو تيتالم. رجع الكلب للور وشاف نوح وهو خايف، وهو يهرب من الجهه اللي جينا منها. شاف نوح في الحنش وبقى فيه، جرني وداني لواحد الكار غيوصلني للبلاصه اللي خاصني. بدا الضو تيبان وهو تيعلن اختفاء الظلام. شاف فيا نوح وقال كلمات نسيتهم وسلم عليا وهو بدا يتبخر. فقت من هذا الكابوس وانا كنهش وكنحس بدقات قلبي مجهد. حطيت بيدي على صدري وانا عيان. الضو كان خفيف مهرس الظلام في البيت. تخيلت نوح كيمشي في البيت واخترق الحيط. شحال صعيبه هاد الهلوسه هادي اللي كتجيني مره. نضت كنجري وشحال من مره تعكلت وطحت. حليت البالكو ولقيت الوقت قريب للفجر. كنت نص ناعس وشفت نوح كيجري في الجرده بين الشجر. رجعت لبلاصتي وفكرت في الحلمه. بقيت لشي دقائق ما قدتش نتاكد باللي عشت قبيله كان غير كابوس، حيت كان واقعي بزاف. كان خيالي ولكن حسيت باللي راه واقع. بغيت نتفكر شنو قال لي نوح قبيله ولكن ما قدرتش. انتبهت للصوص ديال تحت مشهد مورايا. درته وهو ينتقل لجهه اليمين. شفت في اليمين ولا في اليسار. شفت في اليسار لقيته ولا الفوق بحال جايه من الطاج الفوقاني. هاد الشيء غريب ياك، ولكن اللي دهشني انا هو داك الدم اللي كان متجلط ولا كيسيح وكينزل على الارض بشويه في نقط منتظمه. شفت في الارض لقيتها نقيه وناشفه من الدم. السقف تيقطر ولكن منين وفين ما عرفتش. هاد الدار اتحمقني شي نهار ديال بصح. واخا خايف قررت نكتشف شنو واقع في الدار. حليت الباب وسمعت الصوت ديال صرير الدروج. دابا انا متاكد بلي راه كاين شي واحد، كاين شي حاجه هنايا. بقى خاصني غير نكون راجل كيف توقع مني الوالد وندافع على راسي. خرجت من البيت وشفت في المراح، شفت الفوق وانا نسمع صوت ديال الباب كيتسد.
دابا الصوت كيوجهني للطريق باش نتلاقاه، ولكن شكون هو؟ طلعت في الدروج ديال الخشب والفضول عندي غلب الخوف اللي حاس به. لقيت البيبان كلهم مسدودين وانا ندور، وكنت هابط وهبطت في درجه وحده. هو يفتح باب ديال بيت الضيوف وبقى محلول وكيبين الظلام واعر كيجذب الانسان والفضول ديالو. درت بشويه باش نواجه المصير ديالي وانا كنشوف الخيال كيتلوى، ولكن هاد المره الخوف غلب على اي احساس اخر موجود في وسطي. بغيت نطلع وغير حطيت رجلي على الدرجه باش نرجع، سمعت صوت ديال دقان وغوات في الباب الفيلا. فرحت حيت هذا نوح، حمدت الله وجريت نحل عليه بلا تفكير. وقفت قدامه بلا تفكير بلا ما نسلم عليه، حيت كنت حاسبو عاد كان معايا قبيله. في الحلم ضحك نوح وقال لي اسمح لي جيت فوقت ماشي هو هذاك. ما جاوبتوش وبقيت ساهي ويقول انا نمشي، عرفت راسي جيت في واحد الوقت غريب. تنبهت لهادشي اللي كيقول وقطعته. لا ماشي مشكل، انا راه عاد فقت قبيله. دخل. حليت الباب ومشيت ديريكت لبيتي وعيني مازال معلقه في الطاج الفوقاني. شد نوح الباب وخدا كرسي وجلس عليه، بينما انا تلاحيت على الناموسيه وتكيت على ظهري. كانوا الملامح ديال نوح جديين واحد شويه وهو يسولني انت واقيلا ما مولفش تفيق مع الفجر؟ قلت ليه على حسب، بعض المرات كنفيق مع الفجر، بعض الخطرات لا. قال لي هي فيقتك اليوم. عاودت شفت فيها هاد المره ولقيته لابس نفس الحوايج اللي كان لابسهم في وسط الحلم. ما جاوبتوش على سؤاله وهو يقول واش لاباس ادم، واش وقعت لك شي حاجه؟ انا راه عارف بلي راني جيت في واحد الوقت بكري، ولكن هنا قطعته بالزربه وقلت ليه حلمت بك واحد الحلمه عجيبه، ماشي مهم التفاصيل، ولكن المهم انا كنت في خطر وانت عتقتيني. شاف فيا نوح وما قال حتى شي حاجه وانا نقول ليه كيف ما عتقتيني عاد دابا. واحد الحاجة عجيبة شفت في السقف وشاف نوح فيه وهو يقول واش نصليو الفجر؟ قلت ليه نصلي فاش يودن، واش انت ما عندكش فضول تعرف شنو هو الحلم؟ قال لي واقيلا حيت انا عارف هاد الحلمة هادي ولا تقدر تقول بلي راني حلمت معاك نفس الحلمة، عليها جيت عندك دابا باش نطمن عليك. قلت ليه كيفاش حلمتي معايا نفس الحلمة؟ قال لي انا ما بغيتكش يفوتك شي فرض ادم. أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هو يكمل الصلاة في وقتها آدم كيف اتفقنا، والأذكار باش تحصن، فاهم؟ قلت ليه ما فاهمش علاش كتقول لي هكا. قال لي إلى ظلام القلب من ذكر الله بانوا فيه الشياطين. زاد الفضول ديالي بهاد الجملة، واش نوح عارف شي حاجة أنا ما عارفهاش؟ قاطعني نوح وهو واقف. انا خصني نمشي دابا. شفت فيه وانا جري الفضول المره الثانيه في اقل من ساعه في هذا النهار العجيب، وقلت ليه واش انت دابا جاي باش تقول لي الصلاه في وقتها والاذكار وتمشي؟ قال لي اسمع ادم، الا بغيتي شي حاجه في الدنيا راه كتقدر عليها، ولكن خاصك تحكم في مخك هو اللي غادي يعطي الاشارات لاي حاجه في الجسم. حاول تحكم في مخك، حاول تقنع راسك بلي راك ما خايفش وبلي راك قوي، حيت انت مع الله ما تبقاش خايف وتولي قوي، ربي غيكون معاك. قلت ليه غير قول لي اجي معايا للدار اخويا بلاصه ما تبقى شايف فيا كنتعذب بوحدي وانت جالس كتعطيني في النصائح. قال لي هاد الايام هادو اللي جايين عندي واحد المشاكل في الدار مع الوالد، ولكن انا واعدك قريب ان شاء الله غادي نحاول نعاونك. ناض نوح بلا ما يتسنى مني جواب وخرج من البيت وانا نخرج معاه. شفتو كيشوف في الدروج للفوق وانا طوف عليا واحد الاسئله بزاف، علاش كيشوف الفوق وكيفاش جاه نفس الحلم اللي كنشوفو انا؟ وقبل ما نسولو قال لي انا غادي خليك انت في بيتك وما طلعش للفوق، واخا وقع اللي وقع. طلق سوره البقره وصلي الصلاه ديالك في وقتها وانا غادي نبقى ندوز عليك مره ما تخاف. قال لي انا واحد الهضره هذه وانا نشوف فيه باستسلام بلا ما نفهم حتى شي حاجه، ودخلت لبيتي وسديتها، ولكن ما سمعتش الصوت ديال باب الفيلا وهو كيتسد. زعما يكون نوح مازال في الدار، ولكن شنو هاد التخربيق هذا؟ علاش يكون نوح في الدار؟ مرتواني سمعت الصوت ديال دقان على باب الفيلا. شفت في البيت يقدر يكون نوح نسى شي حاجه، ولكن البيت كانت خاويه. خرجت باش نحل الباب وانا مخلوع وانا نلقى حسن. شفت فيه وانا مصدوم، ما كانش من العاده ديالو انه يجيني حتى هو في هذه الوقيته هذه، كان المظهر ديالو كيبين بلي راه مخلوع. درت ليه بيدي زعما دخل، شفتو كيتلفت على اليمين ولا اليسار شويه كيسد الباب وكيوقف موراه وهو مخلوع، وانا نقول ليه هادشي في شكل كيفاش جيت حتى انت بكري؟ قال لي كيفاش حتى انا؟ قلت ليه راه نوح يلاه خرج عاد دابا ما شتيش وانت داخل؟ قال لي لا كيفاش عاد دابا فوقاش؟ قلت ليه عاد دابا خرج، انا راه صحاب لي غنسى شي حاجه ورجع فاش انت دقيتي. قال لي انا ما شفت شي واحد. قلت ليه كيفاش ما شتيش؟ انا راه قلت لك هادو راه يكونوا غير شي ثواني، يعني راه ما يكون وصل حتى الجرطه باش يكون رجع. قال لي قلت لك ادم ما شفت حد. قلت ليه يمكن. قال لي لا ما يمكنش، انا راه بقى لي 4 ساعات هادي وانا كنضرب في الباب باش يحل عليا شي واحد، ويلا فاق ابو محمد باش حل عليا. اصلا راه الدنيا برا راه مازال بكري بزاف، الفجر راه يلاه غادي يودن. شدتني الدوخه وانا كنحاول نستوعب هادشي اللي قال حسن، وانا نقول ليه كيفاش يعني البوابه ما كانتش محلوله؟ قال لي لا واش انت مكلخ؟ كنقول لك ابو محمد راه كان ناعس وبقيت كندق عليه حتى حل عليا. هادي راه شي 4 ساعات وانا كندق. تفكرت بلي راني ما سمعتش الصوت ديال الباب الرئيسي كيتسد، واصلا نوح نصحني باش ما نخرجش كاع من البيت وكاع ما نطلع للفوق، زعما يكون هو اللي كيدير بيا هادشي كامل. ولكن علاش هو ديما كينصحني بالصلاه والايمان؟ تبلوكا ليا راسي بالتفكير وحسيت بالعرق كيقطر مني. جلست وبديت كنشوف حسن وانا مخلوع وقلت ليه نقص صوتك
يقدر يكون نوح مازال هنايا في الدار. ضاقوا عينين حسن كيف عدتو فاش كنسولو شي سؤال. قال لي ما فهمت والو، كيفاش نوح مازال في الدار وعلاش؟ قلت ليه ما عارفش، ولكن الا كان داكشي اللي كنفكر فيه هو اللي واقع راه تكون العائله ديالكم بريئه من هادشي. واخا يكون حتى السحر الموضوع صدق جاي من نوح اللي تيقتو وكنت حاسبو عشيري. الكلام ديال الوالد طلع بصح، انا ما خصنيش نتعرف على حتى شي واحد غريب وما ندخلوش للدار. كون غير سمعت لهضرتو عقلتي فاش كنتي قلتي لي يمكن يكون شي واحد كيلوح ليا السحر في الدار، زعما يكون هو. قال لي انا ما كنعرفوش اصلا ادم، ولكن بطبيعه الحال الهضره ديال والديك راه تكون بصح. المهم دابا شنو غادي نديرو؟ قلت ليه انا ما عارفش، انت شنو اللي جابك هنايا في الصباح؟ قال لي حلمت واحد الحلمه غريبه. قلت ليه كيفاش؟ قال لي حلمت بك انت واحد الحلمه غريبه، واحد العائله شكلها غريب كتدابز مع بعضياتها وانت واقف بيناتهم. الغريب هو انهم كيدابزوا هنا في الدار، ومن بعد شفت واحد الكلب وحنش واقفين قدامك وواحد الملامح ديالو ما باينينش، هو اللي عتقك منهم. انا ما عارفش شنو هادشي، ولكن تخلعت وقلت نجي نطمن عليك. ما كنتش قاد نجيب شي تليفون عندي اللي بغيت نهضر معاك عليها، قلت نجي عندك في الصباح ما حد باقي حتى شي واحد ما فايق ونهضر معاك، وديك الساعه نرجع في حالتي وانا مرتاح. سمعنا الصوت ديال ام محمد وهي كتغوت بسميتي وكتدق الباب بعنف. جريت ليها وحليت الباب وانا نشوفها كتشوف فيا وهي مخلوعه وهي متردده، وقالت شنو اللي وقع مالك؟ شفت فيها وانا مصدوم وقلت لها مالي. تعجبات وبقات كتشوف فيا وهو يتبعها راجلها وقف موراها وبقى كيشوف فيا وهو مخلوع. شويه شاف حسن وقال مالك ادم علاش كتغوت؟ شفت في حسن انا متعجب وانا نشوف فيهم وانا مبتسم وقلت انا راه ما غوتش ولا حليت فمي كاع. وهي تقول لي ام محمد وهي متاكده. انت كيفاش ولدي؟ راه عاد سمعت انا الصوت ديالك مجهد وسحب لينا راك في شي مصيبه. دازت واحد اللحظات ديال الصمت وانا نقول لها يمكن شي واحد من الجيران، وهي تقول ام محمد واحد السرعه. قالت لي ولدي انا سمعت صوتك انت كتبكي وكتغوت، واش انا غادي نتلف عليك؟ شاف ابو محمد في حسن في واحد الشك، هو يقول ليه اسمح لي يا ولدي حسن بغيت غير نسولك شنو اللي جابك في هذا الصباح هذا؟ شاف فيا حسن هو مخلوع وبدا كيتلعثم وقال جاي عند صاحبي واش كاينه شي حاجه. بدا سكت هو اللي حكمنا مره واحده اخرى، ولكن نظرات ديال الشك من البوابه مرتو ما فارقوش حسن اللي بدا كيعرق. ربعت ام محمد يديها وبغات تقول له شي حاجه، ولكن راجلها ضرب لها على كتافها وقال لها يلاه راه ادم مزيان، راه يمكن كان غير شي كابوس. هي تقول له كيفاش يمكن؟ راه حتى انت سمعتيه معايا. هو يقطعها في حزم قلت لك راه كابوس، واش انت ما كتسمعيش الهضره؟ يلا زيدي قدامي، الا احتاجتي شي حاجه عيط لي يا ادم. وصاحبك فاش مشي سد الباب مزيان، انا غادي نمشي نتوضا ونصلي الفجر. مشى بواحد الخطوات ثقيله وسد الباب وبقيت كنشوف في حسن. دخلنا لبيتي مره واحده اخرى وبقى سكات هو اللي غالبنا، ولكن حسن فهم باللي راه هادشي اللي واقع كبر من حلمه عاديه. في هاد اللحظه بداو الدم اللي كانوا في السقف كيطيحوا بغزاره بحال الشجر. تسمروا عينينا على السقف لدقائق وحنا مخلوعين. فقت على اليد ديال حسن وهي كتنغزني وهو كيشوف واحد القنت ديال البيت وهو كيقطر بالعرق. لقيت واحد الحنش بيض وكبير كيتلوى في القنت ديال البيت وكيشوف فينا بجوجنا بحال كي اختار شكون بينا غادي يبدا. بان ليا بحال راه كيضحك، ما عرفتش منين جا. انا وعشيري بقينا غير كنقطروا بالعرق وحنا شادين في يدين بعضياتنا. حلينا الباب ديال البيت بالزربه وحنا نخرجوا، وانا نشد الباب ديال البيت باش نسد عليه وما يخرجش. كان حسن كيرجف وانا نرجف حتى انا فاش شفت ديك الراقصه ديال البالي اللي كانت في ديك الرسمه ما كتشوفش فيا ولكن كتعطيني ظهرها. بقيت مصدوم وانا كنشوف ديك الرسمه وحسن كيرغبني باش نخرجوا وكيجرني من حوايجي، حتى سمعنا الصوت ديال المراه وراجل كيدابزوا كلمات غير مفهومه في وسط بيتي. خوتنا بصوت عالي وحنا ما متيقين حتى شي حاجه من هادشي اللي وقع. مشينا عند اب محمد وحنا كنستنجدوا به. نوح حسيت بالاحتقار قدام عشيري ادم. الا مشيت تعرف الحقيقه كيفاش يدير يامنني على راسو هو وحيد وخايف، وانا كنعرف داكشي اللي كيدير به الوالد وانا واقف وساكت ومقد حتى نعترض على داكشي. كيفاش قادر انني نصال الاوامر ديالو بحال الوالده فشحال هادي؟ درت نفس الخطأ اللي خلاني نفقد الاحترام ديالي ليها في الصغر. واش هذا اللي كترضى ليه نفسي؟ الخيانة ديال الشخص اللي ائتمني عليه؟ لا والله ما رضى بهذا الشيء. مور ما خليت ادم جلست كنفكر في بيتي وشو فكرت شنو خاصني ندير. خصني نفكر في الطريق الصحيح، خصني نفيق الوالد من الغفله ديالو، خصني ناخذ بيدي لطريق الله كيف ما دارت الوالده معايا، خصني نتصرف في هذا الشيء هذا. بما انا كنفكر دخل الوالد لبيتي بلا ما نشوفه وانا نوقف ليه احترام. شفت في وجهه كان معصب وهو يبدا قلبي كيضرب بالزربه وما قدرتش نتفائل بالقدوم ديالو. بقى كيشوف فيا وهو معصب وما قال ليش جلس كيف العاده وانا بقى واقف. شويه هو يهرس هاد السكات هذا وقال وليتي كتجرأ على باك نوح. قلت ليه اسمح لي يا الوالد. هو يغوت في وجهي وقال كيفاش نسمح لك انت راك كتحداني. ما قلتش شي كلمه موراها. مشى للشرجم ديال البيت وبدا كيطلع منه شويه وهو يدور عندي وقال انا عارف العلاقه ديالك مع ادم فاش بدات اول مره وحضرتك وانت ما سمعتيش هضرتي، واخا حضرتك 1000 مره
ما تهضر مع حتى شي واحد من برا العائله. خليتك بالميزاج ديالي. واش عرفتي علاش خليتك؟ ترعدت واحد شويه وانا كنقول ليه علاش. انا ود الخبره باش تعرف القيمه ديال الفصيله ديالك مزيان، باش تعرف كيفاش دير تطور القدرات ديالك وتعرف تستغلها. انا راه كان كيصحاب ليا باللي راك ذكي. الذكاء هو انني نادي انسان بريء ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء اللي واقع لنا. كيفاش ما عندوش علاقه؟ واش حنا ظالمين؟ راه ماشي من المفروض عليك التعاطف معاه. قلت ليه ادم انسان مسالم وما كيأذي حد، وانت عارف الاصل ديالو مزيان. حرام نخليوه خايف هكا طول الوقت. علاش انت كتدافع عليه؟ راه انسان مسالم وعمره ما اذى حتى شي واحد، والمسلم ما كيأذي حتى مخلوق. ضحك عبد الله واحد الضحكه كتخلع عليه وهو يقول انت كتفكر الا عرف انت شكون غتبقى عزيز عليه؟ واش كتفكر باللي راه غيتفكر هاد الخير هذا اللي كدير معاه دابا؟ فاجئني هاد السؤال اللي عمري ما طرحته على راسي شي نهار. هو يكمل هضرته وقال بنادم ما عندوش امل، ولا كنت انت مؤمن باللي الوالده ديالك قالته لك وداك الكتاب اللي انت مآمن به وصف الانسان باللي راه جاهل وطاغي وظالم وجبان وغير شاكر للنعم. هذه هي الحقيقه ديال الانسان اللي انت فرحان بالصداقه ديالك معاه. انا ما كنهضرش على الانسان في العموم، انا كنهضر على ادم عشيري. هادشي اللي كدير له ما عنده حتى شي فائده وكديرو غير حيت انا وياه ولينا عشرين. هو شنو الذنب ديالو في هادشي كامل؟ باللي الخوف ديالي عليك من الاول خسرك وخسراتك اكثر دوك الدروس التافهه اللي علماتهم لك الوالده ديالك. عمر الدين ما كان تافهه، حنا تخلقنا في الاساس للعباده. فاش نكون كنهضر معاك ما تجادلنيش، من فوقاش وليتي كتوقف قدامي وكتعارضني، انا راه يمكن نحبسك. انا فاش كنعارضك في الحق، بحال كيف دايره الحياه والموت. الموت علينا حق والحياه علينا الحق. الله حق والدين حق والحساب حق، الجنه والنار حق. عليها انا خايف عليك من راسك ومن المصير ديالك. انا كنبغيك وكنحترمك وكنخاف منك حيت انت الوالد ديالي، ولكن ما كنخاف من حتى شي حاجه حيت انا قريب من الله. الله بيدو الملك وهو على كل شيء قدير. واخا نوح، خاف على المصير ديالك انت وصاحبك من هاد اللحظه هادي. خلاني ومشى هو معصب وكيتوعد فيا انا وادم، وما قدرتش نخليه وهو فيه داك الطوفان ديال الغضب، وانا نعرف بلي راه خصني نستعني بالام ديالي.